ماما ايه ازاي ده؟ خلاص. ايه ده؟ والله لا ماما بجد تحفه. والله العظيم لذيذة 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 وتحفة وهتعجبكم جدا، من غير قشطة ولا جبنة كريمي ولا أي افتكاسات. هنعمل لكم احلى تشيز كيك اقتصاديه وعلى قد الايد. تعالوا معانا. طاسه فراوله، كوباية سكر كتير عليها بكوباية، خدنا نص ليمونه، على النار بقى. واول لما توصل للشكل ده هنطفي عليها ونسيبها تبرد شويه. في كبة اي نوع بسكوت اللي انتوا بتحبوه. احنا بنجيب فنجان وش الاكس. ايه يا ابني للدرجة دي في ايه؟ معلش بس تحمست، انا خايفة تتحمس اكتر كده تيجي فيا انا. ما اقدرش. يلا نضرب. انت هتموت في الضرب. البسكوت اتفرم، هننزل عليه بحوالي كوباية زبدة، توت لبن كده نقطه فسفوسه يعني مش كتير عشان ما يعجنش. ربع كوباية. في قوالب الكب كيك هننزل بقى بالبسكوت. ننزل بقى. هو انت ليه قلبتي حبيبه بقى وكل حاجه بقى؟ عادتني. وبعد ما حطيناها في الكب هنبدا باي حاجه نضغط عليه نبطط بكل قوتكم في نفس الكبة. مكان البسكوت. هنفقش 3 بيضات. مش راضيه، ناشفه قوي. دي ولا دماغك؟ هنحط حوالي ربع جبنة رودس. على فكره الرودس الطبيعيه ديت اقسم بالله تحفه، وده مش اعلان، ويا ريت تيجوا تطلبوا مننا نعمل لكم اعلان. دي جبنة طبيعي اللي هي نبات الدهن. علبه من الزبادي الكبيره مش الصغنونه. هنضيف عليهم كوب من اللبن، كوباية سكر، معلقتين كريمه لباني جافه، مش عاوزين تحطوهم عادي، هي اختياري، هي بتزود الطعم بس. هيا نخفق. بعد ما خفقنا هننزل بيها بقى في الكب، ندخلها على الفرن. هي سايله بس ما تقلقوش، في الفرن هتجمد. وبعد ما خرجت من الفرن وهي بالشكل ده هنسيبها ترتاح لمده ربع ساعه، وبعد كده هندخلها التلاجة حوالي ساعه، وهنطلعها من القوالب بالشكل ده. فقرة بقى ايه تزيين. الله الله ولك يا فتر. استني ايه؟ انا اللي هنقل. هادي كرب زبادي شايل والله وحط كله على دي. هي كتكوت، هي كده روح عندها كتكوت. اوعى يا تطلع. فيل هتموت. كتكوتي. مش مناسبة كتكوت دي نغي. يلا ندوق. يلا ندوق. ناخد دي. ايه رأيك؟ ايه رأيك في الروعة دي؟ اوه كريمي وغنية وفيها كل النكهات. لا انتوا يعني تعملوها. ماما ايه ازاي ده؟ خلاص. ايه ده؟ والله لا ماما بجد تحفه. والله العظيم لذيذة 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 وتحفة وهتعجبكم جدا، وهتلاقوا فيها نكهة سان سباستيان والتشيز كيك. اقسم بالله احلى من احلى مطعم هيعملها بره. جربوه. برافو. دمتم سالمين.